تعالوا بنات سوية ناخذ أجر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونستغفر رب العالمين هواي ونحمده ونشكره على نعمه علينا. مثل ما تشوفون اليوم حامض شلغم الأحمر، أي جدرية عندكم خلوا مادة دهنية أو زيت حسب اللي تفضلوه، حمسوا لكم راس بصلاية. تمام قلبي؟ تمام. وبعدها كمية سلق اللي متوفرة عندكم. أنا هنا عندي مجمد مغسول وثارمته ومجمدته جاهز بأي وقت أحمسه وياه لحد ما يذبل. هو مجامد يعني راح يصير بهذا الشكل. يعني نخلي 3 خواشق من المعجون كبار ونحمسهن كل الزين وياهن لحد ما نخليلهن كمية حلوة من المي. كمية حلوة ليش؟ لأني عندي حمص مسلوق بمي، وهنا الشلغم أني سالكته وقطعته مكعبات وسالكته ومصفيته، وعندي كمية من التمن تقريبا نص كوب هم غسلتها ونقعتها، ويا ريت لو تمن عنبر تديروه يعني نص كوب كلش كافي. ياخذ لفورة وبعدها ندير كمية الشلغم مالتنا المسلوقة مثل ما قلت لكم ومصفاية، تقريبا هيك تاخذ لها نص ساعة على النار استوت. هنا الحمص من البارحة منقعته طبعا واخذ له 2 ساعتين على النار لحد ما صار ما مرود مارد، يعني علامة الجودة. يعني الحمص استوى. يعني نخبط الخلطة اللي سويناها من الشلغم والسلق والبصل والمعجون والتمن والمي ونخليه ويا الحمص، وهنا تقريبا 3/4 الشغل خلص بعد ما خلينا الملح والحامض. هو اسمه حامض شلغم، فتريدون تديرون نارنج حامض المتوفر عندكم. بعدها كمية كبة جريش طبعا أنا مجهزتها يعني قبل يوم وجامدة، فبس درتها بس تصعد مجرد لي فوق يعني استوى وصار أحلى حامض شلغم عندنا.